الفيديو اللي فات كنا بنتكلم عن خطورة الموبايل على اولادنا. حقيقي شكرا جدا لكل الناس اللي علقت وشاركتنا وسألتني نعمل ايه مع اولادنا بدل الموبايل والشاشات. انا عارف ان الموضوع مش سهل، كلنا بنمر بنفس التحدي، علشان كده جمعت ليكم مجموعة افكار من امهات واباء كمان دكاترة ومتخصصين في المجال عشان يشاركونا تجاربهم وافكارهم. خلونا نشوف ايه الحاجات اللي ممكن نعملها مع اولادنا بدل ما نديهم الموبايل. لازم تعرف في البداية ان اللغة في الاساس هي لغة اجتماعية، فالافضل انك تنمي اللغة من خلال ولادك مش من الموبايل، لا، بالتفاعل الاجتماعي معاهم. اسألهم عملتوا ايه النهاردة، عرفهم المفاهيم الخطأ اللي وقعوا فيها، وعرفهم ان المفاهيم اللي انت عملتوها والسلوكيات اللي عملتوها حسنة وعززهم عليها. خلوهم يقرأوا قصة افضل في اليوم ويحكي لك استفادوا ايه. شوف مشاكلهم، استمع ليهم، قدم ليهم خدمات افضل كتير قوي من الموبايل. مهم ان انت تكون قدوه، ما ينفعش انت تكون ليل ونهار ماسك التليفون والام ليل ونهار ماسكه التليفون وبعدين تدي توجيهات للابناء الصغار ان لا ما تمسكوش التليفون. حتى لو ما اثرش على التواصل واللغه هو في الغالب بيأثر يعني، لكن في مرحله المراهقه بيخلق جيل متبلد المشاعر. اتمنى ان هذه الآفة اللي اثرت على العلاقات الزوجيه وعلى الاصدقاء وعلى كل الناس يعني بالتدريج نحاول ندرب نفسنا عشان ولادنا يقلدوا اللي بيشوفوه مش اللي هيتقال لهم. هو هيشوفك بتعمل ايه هيعمل زيك. هنمنع الموبايل يبقى نوفر البديل، والبديل هنا مش مقصود بيه الأنشطة بس، البديل هنا مقصود بيه بابا وماما يخصصوا من وقتهم وقت ويقعدوا بيه مع الطفل يعملوا معاه الأنشطة دي زي دي وزي دي وزي دي. أنا بخلي ولادي يساعدوني في شغل البيت عشان يعتمدوا على نفسهم، وبحس إن هم بيبقوا مبسوطين بده. ممكن كمان نعمل مع بعض أنشطة في البيت تنمي مهاراتهم وتنمي ترابطنا احنا كمان كأسرة، ان احنا نعمل قص ولزق او اسلوب المكعبات. اللعب مع ولادك في أنشطة بسيطة مش بس بيقوي علاقتك بيهم لكن كمان بيخليك تنمي مهاراتهم بشكل كبير. صراحة لما جربت وديت ابني لمحمد كنت بقدر اتابع معاه ويتواصل مع ابني ويتكلموا ويقنعوا. الوضع اختلف خالص لان هو حط لي بلان كده مشينا عليها، تلوين انشطة. هو مش بس منع التليفون، هو كمان منع التلفزيون. الموضوع كان ابسط بكتير جدا جدا. ممكن نشغل وقتهم وننمي قدراتهم، شغل الهاند ميد زي الشنط والاكسسوارات. انا بلعب مع اولادي بازل واستغمايه وبنجري ورا بعض طول اليوم وكلنا بنبقى مبسوطين. اولادك بيحبوا الرسم، ممكن وقت فراغهم بدل ما يمسكوا الموبايل ممكن نمسك ورقه وقلم ونرسم ونلون مع بعض. خلال دراستي وخبرتي في مجال علوم الرياضه خير وسيله ان انت تفرغ بيها طاقه الولاد وتشغل بيها اوقات فراغهم. ده اللي بيخليها عامله زي العجينه، تقدر تشكلها زي ما انت عايز لجميع المراحل السنيه، معاك من اول سن 3 شهور لحد سن 80 سنه. مبدئيا نراعي الفروق الفرديه بين الاطفال، كل طفل مختلف له اهتماماته وله احتياجاته. بدل ما يعتمد على الموبايل دور جوه ابنك وشوف هو بيحب ايه، وابدأ شجعه على الأنشطة اللي تنمي مهاراته وتناسبه. دي كانت بعض الافكار اللي تشاركنا بيها. خلونا شارك انا كمان واقول فكرتين 3 ممكن تخلي ابنك يزرع زرعه يراعيها ويهتم بيها، هتفرق معاه كتير. العابه القديمه، العابه القديمه ممكن نعمل لها اعاده تدوير ونخليه يفكر ويبدع. اديله ازازه او علبه حلاوه، ورق عندك او كرتون، اي حاجه قديمه عندك في البيت، وقول له تفتكر ممكن نعمل بيها ايه. خليه يفكر خارج الصندوق. كمان في العاب بسيطه قديمه وجديده تعمل فرق كبير مع اولادنا زي كونكت 4 وليدو وسكرو والسلم والتعبان وبنك الحظ. حقيقي الافكار كتير بس احنا محتاجين ننفذ في النهايه. كل دي حاجات بتعلم اولادنا الصبر والتركيز وانه يعتمد على نفسه، وبتقوي علاقتنا بيهم اكتر من اي وقت تاني بيقضوه لوحدهم او ماسكين الموبايل. افتكروا دايما ولادنا مش محتاجين موبايل يشغلهم، هم محتاجيننا احنا نشغل دماغهم وتفكيرهم ونتفاعل معاهم، لان ببساطه مفيش اي ابلكيشن هيعوض دورنا. وانتوا كمان شاركونا بافكاركم علشان نساعد بعض. سلام.